مرحبا بكم في قناتي. السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير. اليوم راح نحضر هاد الحلوى جافة اقتصادية وتعطيكم كمية ما شاء الله. هنا راح نستعمل بهذا المعيار هذا نعبر به. راح ندير حوالي 10 سنتيلتر من الماء. انا درتها ماء وزدت كملت هذيك يعني حتى تقفل لكم 10 سنتيلتر من الماء. هذوك هما السوائل، ضفت عليها القهوة باش نتحصل على هذاك اللون اللي ما يكونش ابيض. نجمو تعبروا تاني بالكاس حوالي 100 مليلتر. راح ندير معهم 2 حبات تاع البيض يكونوا بدرجة حرارة المطبخ. انا درت 2 حبات تاع البيض كبار، حجم كبير، وضفت عليهم ملعقة صغيرة من عطر الفانيليا وبذوق الزبدة، ومعها ملعقة صغيرة من الفانيليا، ونكهوها ونسموها بالملح. فوالا، حلوة الزيت ضروري فيها الملح. نخلطو مليح هذاك البيض حتى يتجانس البياض مع الصفار، ونضيفو عليه كمية من المزهر، 2 ملاعق كبار من المزهر. انا استعملت هذا تاع القصبة باسكو فيه الريحة شابة. هذا فيه بالاورانج، لي زورانج، دونك يجيكم بنته بنة. كما قلت لكم في وصفة سابقة، من تستعملوا الزيت مع المزهر يعطيكم واحد القوام شباب ويجي كيما تاع الكعك. هنا راح نسكب هذيك الكمية تاع الماء بالقهوة، كما تنجموا ديروها حليب ولا كلها ماء. هنا يعود الاختيار لكم. ودرت معها 100 غرام من السكر حبيبات. قيس السكر، قيس السوائل. ولا نخلطو مليح حتى يذوب لنا هذاك السكر. وبعدها راح نديرو شوية شنان والنافع. هنا عندي هذه زرعة البسباس، وراح ندير فقط على راس المغرفة الصغيرة، هذه المغرفة ديك الصغيرة اللي تجي صغيرة بزاف، فقط شوية باش نسموها بهادو. وإلا عندكم حبة حلاوة مطحون، ماشي حاب يكون مطحون، تنجمو ديروه. والزيت كذلك استعملت كيما السوائل اللي درتهم، ولكن انا ما بغيتش نكمل كاع الكيلو، بانت لي تجي مزيت بزاف، دونك نقصت حوالي ملعقتين كبار. نخلطوهم مليح، نخلطو مليح هاد السوائل حتى الكل يمتزج قبل ما نضيفو عليها الفرينة. هنا نبدو بالفرينة. الفرينة ذات عين ميزاني، ولكن بهاد 2 حبات تاع البيض وهاد السوائل راهي دات لي حوالي 500 غرام نتاع الفرينة اللي هي رطل فرينة. ونضيفو عليها 2 أكياس من خميرة الحلوى رابحة بوزن 10 غرام، يعني الكل هي 20 غرام. كي نكونوا دايرين الزيت مع الماء وهاد السوائل تضيفوا عليها الخميره هذه، ماش راح تاثر، عكس ما تكونوا دايرين الزبده والبيض وتكثروا راح تجيكم البنه تاعها ماشي بنين. دونك هنا هاد الكميه اللي راني دايرتها تعطيني كميه كبيره، لهذا درت عليها 2 أكياس من خميره الحلوى، الخميره الكيميائيه. وقعدت نضيف في الفرينه، وفي الاول خلطتها مليح بالفوي حتى طاب هذاك الخليط وما بقاش فيه الحبيبات. ومن بعد تبدو غير بيديكم وتلموا، تتحصلوا على القوام اللي يشبه الكروكي، يجي هكا شغل يتلاصق وهاك إلاستيكي. فوالا، هنا نقوا يديكم دو بريفيرونس، غسلوها ومن بعد عاودوا تلموا باش تعرفوا القوام تاعكم الا كان هو ولا مازال خاصه. هنا لاحظت بلي مازال كان خاص، دونك ضفته ولميتها. وبلا ما ترتاح هاد الحلوى الاقتصادية، حلوى جافة اللي تجي نوعا ما كيما القوام تاع الكعك. هنا رايحة نرمضها ولا نرملها بهاد الجنجلان، لازم يكون مرحي، معليش الا ما كانش محمص. وبهاد الحلوى كيما هادو اللي تباع هكا في امبالاج، رايحة نرحيها. هذه اللي تجي فوقها كيما البيمو اللي حطيت لكم فيديو تاعه، يجي بنته بنه. هنا هاد الكمية هادي، تشوفوا الكمية هادي راح تقريبا تكمل لي كاع الكاطو اللي نديروه اليوم. نزيد عليها شوية تاع السكر حبيبات، والججلان كذلك نرحيه ونضيفه مع التالي، باسكو في الدار كاين اللي ما يبغيش الججلان كاين، بصح هادي تجي كيما تاع البيمو. نجيبو صني مدهون بالزيت ولا نحطو عليه بابي كويسون، ونبدو نشكلو، نديرو دي بتي بودان، ومن بعد هكا كيما الاصابع. فوالا كيما اصابع العروسه، هكا دي بودان صغار، هي دو بريفيرونس رقاق. اما الا بغيتهم حجم كبير
هذا يبقى دائما اختياري. ومن بعد نديروهم يعني الطول كيما راكم باغيين، وتبدو تدوروهم على هذيك الحلوى ولا الكاطو ساك اللي رحيناه خفيف ظريف كاع هاد الكمية. هنا النار لازم تكونوا شعلتوها مسبق، الكوشة لازم تكون ساخنة باش هو يطيب لكم بالخف عنده 10 مينوت ولا يطيب، ماشي حاجة كبيرة. دو بريفيرونس ديروه في الرف الفوقاني وخلوه يطيب على نار 180 درجة، وكي يتحمر لكم من التحت ويبدا يتحمر من الفوق يولي شوية يعني هكا دوغي، شعلوا عليه من الفوق، والا نقصوله كاع وخلوه يطيب على راحته باش يتحمر من الفوق او ميم طون ما يقعدش معجن، يولي كروستيون. شوفوا هذه هي النتيجة ما شاء الله، شوفوا الكمية. هنا بعد ما طيبته وطفيت النار عاود حطيت كاع الكمية في صني ودخلته خليته في الرف الفوقاني، وخليت الكوشة باب تاعها شوية مفتوح هاكا باش يزيد هذيك الصهدة وتزيد تنشفه. نتمنى تكونوا فهمتوني. وهو من يصبح راح يولي القوام نتاعه افضل وافضل كيما القوام تاع الكعك. شوفوا هنايا ما شاء الله، شوفوا هذا النهار الاول راه كيما هاك. الى وصلتوا معايا لنهايه الفيديو نتمنى انكم استفدتوا من هذه الوصفه، وان شاء الله تشاركوني بتعليق. وإلا راكم عاد ما اشتركتوش اشتركوا في القناه، ومرحبا بكم في قناتي شهية طيبة.